الفكرة ايه؟ ان الاعلامي لازم يتميز بحاجة اسمها الارتجال. ان ممكن اديك فكرة معينة واقول لك اتكلم عنها تقدر تتكلم، يبقى عندك المهارة والقدرة انك تتكلم عليها بشكل مباشر وباسترسال لمدة دقيقة اتنين تلاتة. فانا هقول حاجة دلوقتي وليكن مثلا كلمة انا مجمعها مع بعضها كده، كلمة ليس لها اي معنى. الجعبلون مثلا، هحط الحروف دي جنب بعضها واقول حاجة اسمها الجعبلون، وعاوز كل واحد يتخيل ايه هو الجعبلون ده ويبدأ يتكلم عنه بتفاصيل. لو هو أكلة مثلا يتكلم عن مقاديرها وطريقة صنعها وطبخها وطعمها وبياكلها فين وبيعملها فين، يقول لي تفاصيل. هي الفكرة انها بتديله فرصة ان هو يرتجل ويشغل خياله شوية بيبدع حاجة ما اتقالتش قبل كده، مش معلومة عنده. والموضوع فيه فانتازيا شوية، فيه خيال شوية. يعني مش لازم الأكلة دي فعلا يبقى طعمها حلو أو المكونات بتاعتها يبقى الطبيعي إن هي تبقى مع بعضها. ينفع تحط مكونات بعيدة جدا عن بعضها. وهكذا مرة كان إحدى المتسابقات كان عندها مطعم سمك، فقالت لي الجعبلون ده سمكة بنصطادها من البحر الأحمر ولها طريقة خاصة في الصيد وطريقة خاصة في الطهي. وبدأت تحكي طريقة طهيها للجعبلون، ألوان الجعبلون وأحجامه، وبدأت تتكلم بتفاصيل كثيرة جدا عن حاجة ليس لها وجود. فهي الفكرة كده. هنبدأ بسعاد ونشوف ماذا يمثل الجعبلون بالنسبة لسعاد. اتفضلي. مدينة الجعبلون دي مدينة بعيدة محدش يقدر يوصل لها غير لما يجتاز اختبار معين وسن معين. التفاصيل بتعرفها من جوه المدينة. المدينة دي مش زي أي مدينة، بيوتها من الطين والأخشاب، وهي بتبقى جميلة جدا. نعلي الصوت شوية. وفيها جنينة جنب كل بيت. البيوت ديت بيدخلها الشمس والهواء من الشباك. الشوارع والطرق مرصوصة بالأحجار بتلمع بالنهار وبتضيء بالليل. عايشين عليها كائنات اسمهم الجعبل، بس ما اتجوزوش، ولما بيتجوزوا يعني مدينة الجعبلون يسكنها عدد من الجعابل. كائنات الكائنات اسمهم كل جعبل. واحد فيهم اسمه جعبل. تمام. لما بيتجوزوا بيبقوا اسمهم جعبلون. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لان في نص المدينة جزيرة في وسط المحيط داخل المدينة، عليها عشبة بتخرج الاكسجين عشان الكائنات دي تقدر تعيش عليها. سميت بالاسم دوت على اسم العشبة. تمام. المدينة دي بقى فيها سر. لما بيدخل شخص في المدينة، لان هم عايشين عليها اشخاص عاديين جدا، لما بيخرجوا منها بينسوا اللي حصل جوه المدينة وجزء من ذكرياتهم اللي حصلت بره المدينة. الله عليكي، تحفة. اشكرك. حلوة قوي، روعة. حلو، خيال حلو، حاجة جديدة، حاجة فانتازيا ما اتعملتش قبل كده. اشكرك، شكرا يا سعاد. نسمع جعبلون رحاب. كلمينا عن البراند بتاعك الجعبلوني. الجعبلون، بما ان احنا بنرتجل فانا ما جهزتش ورقه. الجعبلون انا كنت مارينا في ممكن مره نقرب سن عشان الصوت. علي صوتك شويه. في مرتين كنت جالسه مع اولادي، وبعدين قريت خبر، كان منزلين خبر ان ايلون ماسك قام باختراع بدله جديده اسمها الجعبلون. ولما قريت تفاصيل الخبر لقيت ان البدلة دي عبارة عن بدلة مجرد ما الانسان يلبسها تقدر تمنحه قوة خارقة فيقدر يروح ابعاد اخرى، ويقدر يخترق الغلاف الجوي، ويقدر يوصل لازمنة كانت يمكن محدش، زي آلة الزمن، لأنه هو أصلا مهتم بأنه يوصل لأي سر من أسرار الفراعنة. فالبدلة دي بتوفر له وسماها الجعبلون. وهي مقاسات مختلفة منها، عشان أنا حاجز بدلتين، عاوز واحدة أسود واحدة أبيض. طبعا متوفر، هتنزل قريبا للأسواق. وقالوا ان هو هيتوفر منها الوان، طبعا على حسب انت هتاخد، يعني انت هتستخدمها في ايه. لو هتاخدها مثلا عبر آلة الزمن هتبقى لونها اسود،
ولو هتاخد لابعاد اخرى او مخلوقات اخرى تقدر تطلع عليها هتاخد اللون الازرق. ولو هتاخد انك تخترق وتروح الفضاء هتاخد اللون الابيض. وبكده الله عليك، آه. الله عليك، روعه. شكرا يا رحمه، ممتازه، حلوه قوي، حلوه قوي، عجبني خيالك في الجعبلون بتاعك، اشكرك شكرا جزيلا. اظن ممكن نشوف حد تاني بعد كده، يعني نشوفهم بقى في الجزء الثاني للجعبلون.